يا صباح الفل. ايه رأيكم بقى في طبق المخلل الخيار الفظيع ده؟ تعالوا نعمل مع بعض النهاردة شوية مخلل خيار كده، لكن بجد على المزاج، حلو جدا. هنحط معاه فلفل احمر وشطة خضراء وجزر مبشور. هنعمل طبق مخلل بجد الكل هيشكرك عليه. طعمه حلو جدا وشكله بيشهي. الخيار معايا هيكون مقرمش، مش هيطرى معانا. هقول لكم على اسرار الخيار، يطلع لونه كده ازاي ويطلع مقرمش كده ازاي. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه معانا بقى هنشوف احنا هنستخدم ايه. انا معايا هنا كيلو من الخيار صحيح، انا مش مقطعاه. معايا كمان فلفل اخضر، دي شطه وشطه حمراء. طبعا تقدروا تستغنوا عنها، بس هي بتدي طعم حلو. معايا نص كوبايه من الخل ولتر من الميه. جزر مبشور، فلفليه حمراء مبشوره، وكيس من الملح. هنشوف هناخد منه ونحتاج قد ايه. اول حاجه انا هعملها ان انا هدوب الملح بتاعي اللي انا عايزاه في لتر الميه، على ما اخلص بقيه المكونات بتاعي يكون داب شويه. انا هحط معلقتين هرميتين في لتر الميه او 3 معالق ممسوحين. هدوبهم كده بالمعلقه وهسيبهم على جنب لغايه ما نجهز بقيه المكونات بتاعتنا. هجيب بقى البرطمان اللي انا هخلل فيه المخلل بتاعي، نضيف ومغسول ومتنشف، وهرص الخيار واقف زي ما انتوا شايفينه كده. انا مش هقطع الخيار ولا هديله شقة من النص ولا اي حاجة، يعني السكينة مش هتيجي جنبه غير وانا بشيل البوزة بتاعته من فوق ومن تحت. هبدأ بقى ان انا ارصه بشكل طولي زي ما انتوا شايفين. وما تقلقوش، الخيار ده هيستوي بعد يومين 2 بالظبط. طبعا يومين لان احنا في الشتاء، لو في الصيف يوم واحد وكنتي هتاكلي منه. هحط بقى شوية من الشطة الحمراء والشطة الخضراء اللي احنا مقطعينها كده. وزي ما قلتلك تقدري تستغني عن الشطة، لكن هي بتضيف له طعم حلو ومش بيكون مشطشط قوي يعني. هكمل بقية رص الخيار بتاعي. هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى ان انا اجهز الصوص بتاعي اللي هيتحط على الخيار. دي لتر المية اللي حطينا عليه معلقتين هرميتين من الملح. هبدأ بقى انزل بايه، بربع كوباية من الخل، شوية الجزر المبشور اللي احنا بشرناه، وكمان الفلفلاية الحمراء المفرومة. افرموها خشنة ما تكونش ناعمة. وبقيه الفلفل الاحمر والاخضر اللي هي الشطه اللي احنا مقطعينها. الفلفل انا قلت لكم افرموه خشن مش ناعم، ليه؟ لانك انت تقدري تاكلي الدقه دي بعد ما تتخلل مع الخيار، تاكليها بالعيش عادي خالص، بتبقى حلوه جدا. هنا بقى هنحط نطره صغيره من اللون الاصفر زي ما انتوا شايفين كده. اللون ده بيدي للخيار لون وشكل حلو جدا. زي ما انتوا شايفين هنحط حاجة بسيطة خالص عشان اللون ما يكونش قوي معايا. انا محتاجة ان انا بس اخلي الخيار له يعني شكل حلو، مش هديه لون اغذيه باللون. دي شكل بقى الدقة بتاعتي للمخلل اللي احنا عملناها سوا. تعالوا بقى نحطها على برطمان الخيار بتاعنا. بالظبط لتر المية بتاعي جه على قد البرطمان، يعني احنا بنكون عارفين المعيار بتاع البرطمان بتاعنا قد ايه، علشان ناخد كل بقى البهاريز اللي محطوطة في لتر المية، الملح والجزر والفلفل كل حاجة. هبدأ بقى ان انا انزل المكونات بتاعتي كده بين الخيار من الجنب، يعني بس اوسع له مكان علشان يتقلب مع الخيار ويديله طعم حلو.
ده شكل البرطمان بتاعي بقى زي ما انتوا شايفين، من قبل ما يتاكل شكله بيشهي. والله العظيم طعمه كمان ولا اروع من كده. هتاكليه بعد يومين اتنين، يعني انا النهارده مثلا خليلته، هعدي النهارده وبكره وبدايه اليوم التالت هاكل منه، وممكن اكل منه بكره بالليل كمان. لو في الشتاء لو في الصيف مش هياخد معانا وقت طويل، هو بس عشان احنا في الشتاء اخد معانا يومين. شكله مبهج والوانه حلوه جدا وطعمه ولا اروع من كده. طيب تعالوا بقى نقفل البرطمان بتاعنا. كيس من اكياس التلاجة نتنيه كده نصين، ونقفل البرطمان ونحطه على جنب. نعدي النهاردة وبكرة واليوم التالت نفتح عليه نشوف شكله ايه. ده بقى كان شكل البرطمان بتاعي بداية اليوم التالت. الخيار بتاعي استوى وشكله حلو جدا. عايزة اقول لكم ان انا فتحت كلت منه وفطرت منه الصبح. شوفوا شكله عامل ازاي، بجد حكاية. تعالوا نطلع كام واحدة مع بعض كده نشوفوا استوى من جوه ولا لا. انا هنا بوريكم بقى ان الخيارة شوفوا ماسكة نفسها ازاي، مش مهرية ولا اي حاجة. الخيار يتاكل وهو في المرحلة دي، ما يتاكلش وهو ني، سوري وهو طري يعني الحكاية. ما يتاكلش وهو دايب، يعني عايز يتاكل وهو مقرمش كده. نقطعه بقى بالطريقة اللي احنا عايزينها زي ما انتوا شايفين. بجد لو قدام ضيوف او انتي حتى بتاكليه يفتح النفس. تكة السكينة وهي بتقطعه تبين لكم قرمشته قد ايه. يا جماعة اعملوه كيلو بكيلو، ما تخزنوش الخيار علشان لما بيعدي عليه وقت طويل بيطرى. لما بيطرى تحسوا ان هو قديم وما يتاكلش. يعني البرطمان ده يقعد معانا يومين 3 يتاكل حلو جدا، 4 بالكتير قوي. علشان كده ما تخزنوش الخيار. الخيار موجود طول السنة، تقدروا ان انتوا تعملوه كيلو بكيلو، ما بياخدش وقت وطريقته سهلة جدا. ده طبق الخيار بتاعي، شكله جميل جدا، لونه حلو جدا. ياريت تجربوه بالطريقة دي وتقولوا لي رأيكم فيه ايه. الجزر استوى، تقدروا تحطوا الجزر صحيح مع الخيار، لكن مش هياخد نفس مدة السوى. يعني الجزر عايز له مثلا 4-5 ايام عشان يستوي، يكون الخيار بدأ يطرى معايا. فالأحسن يكون مبشور هو والفلفل، وتغمسوه كده بلقمة عيش مع الفطار، حلو قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اتمنى ان انتوا تطبقوه وتبعتوا لي رأيكم في الكومنتات. اشوفكم على خير الفيديو الجاي بإذن الله. سلام عليكم.